ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو كله هيبقى لعب بقى وافكار ازاي نلعب مع اولادنا في الاجازة. خلاص احنا في فترة امتحانات وان شاء الله داخلين على فترة اجازة، والاجازة بتطول شوية واحنا كمان بنزهق وبنتعب من قعدتهم في البيت والزن بقى وما اقولكوش. اول حاجة معانا زي ما شفتوا كده الافكار، اللهم بارك، شوية حاجات. يعني بحب الصينيين قوي ان هم حاجات بسيطة وموجودة في كل بيت ويعني متوفرة قوي، تقدري تلعبي بيها مع ولادك وفي نفس الوقت ايه كده، تلاغوا بعض بيها بقى، يعني تستمتعوا لو نص ساعة او ساعة كل يوم، انت بجد هتستمتعي وهم في نفس الوقت هيستمتعوا. ونبعدهم شوية عن موضوع التليفونات اللي خلاص يعني فعلا هي هلكتهم وهلكتنا معاهم. ده ممكن بعلبة مناديل، علب مناديل، لو عندك علب مناديل او اي حاجة كده فكري بقى. هنا ممكن برضو بكوباية والماسورة دي ممكن تعمليها من الماسورة بتاعة المناديل اللي هي الكرتون، المناديل دي فكرة حلوة برضو. هنا برضو ممكن من بقلم قلم السبورة ده الاسود، تعملي بقى الافكار دي. سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت هتلعبي مع الولاد وهتستمتعي اكتر منهم كمان. حلوة قوي الفكرة دي. دوري لك بقى على اي عصاية مقشة مكسورة من اللي بنكسرهم على طول دول، واعمليها نصين والعبوا بقى اللعبة دي، لطيفة وجميلة جدا. كمان لعبة الباسكت دي حلوة قوي وكمان هتشغل تركيزهم. احلى حاجة في الصينيين او في الفيديوهات الصيني دي ان هي بتلعب او بتهتم بالتفكير وبالتركيز. وهوريكم لقطة دلوقتي حلوة قوي، ان هو بص بيشغل كمان العضلات بتاعته، يعني تحفة ما شاء الله. يعني بابا ماسكه وهو بيشغل عضلات رجله او عضلات مخه، ان انا ازاي امسك في الكوره. هنا التركيز. لا 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 يا جماعه، الافكار حلوه وبسيطه وسهله وتقدري تعمليها وتنفذيها، مفيش اسهل من كده اظن. وفي نفس الوقت نشغلهم شويه من الموضوع التليفون ده، ونشغل الحركه بقى العضليه بتاعتهم كده، وحبه افكار بسيطه وفي نفس الوقت نقدر ننفذها معاهم. انا عن نفسي هنفذها. حلوه قوي برضو اللعبه دي، تخليه ان هو يركز يمسكها. شاطر. لا ما شاء الله عليهم بجد يا جماعة. عارفين يا بنات ان انتي لما بتلعبي مع اولادك بتحسي ان انتي وصلتي لسنهم وفي نفس الوقت انتي بتستمتعي اكتر منهم. يعني كمان بيحسسك ان انتي لو في ضغط حواليكي او ان انتي في ستريس في طول اليوم ومضغوطة، انتي بالعكس انتي بتضيعي الاسترس دوت في كده في منت. وفي نفس الوقت انتي بتستمتعي معاهم، هما بيحسوا ان ماما زينا بتلعب معانا. عارفة اللي هو بتعملي جو حلو كده في البيت وفي نفس الوقت بحاجات بسيطة ومش صعبة. دي كانت الافكار النهاردة، انا حابة نعمل اللعبة دي جدا. بجد الافكار عجبتني، لو عجبتكم عرفوني وقولوا لي كلمة حلوة بقى في الكومنتات كده. وما تنسيش اهم حاجة، تبعتيها لصاحبتك اللي تعبت من زن ولادها، لان بصراحة الافكار سهلة وسهل ان احنا نعملها. كمان فكرة الكوبايات دي جميلة جدا، من خلة الشيش طاووق والكوبايات البلاستيك العادية تقدري تعمليها سهلة جدا. كمان بصوا هنا بيحرك الحجر النرد ده ويحدد على حسب الطوب. شفتوا افكار سهله وبسيطه. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير كتير. يلا عن اذنكم بقى، عندي شويه حمص قديمين بدل مرميهم هلعب بيهم مع ابني. يا رب الافكار تكون عجبتكم. باي باي.